السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني. الحر هجم علينا بقى وحرانين ومفرهدين وعايزين بقى حاجات حلوة كده ولطيفة وخفيفة ومسكرة عشان ايه ترطب علينا. وطبعا الولاد طول النهار يقولوا ايس كريم، لا هنعمل لهم بقى مشروبنا الخطير اللي هيوديلك الدنيا دي كلها في حتة تانية خالص. اول حاجة ما تنسيش تسمي الله وتصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بقى نشوف الايه العصير الخطير ده، بجد والله كان تحفة تحفة. ولما بتبرديه كده ويا سلام بقى لو جمدتيه هيبقى تحفة اكتر. يلا بقى نشوف ايه هي المقادير. اول حاجة هنسمي الله ونجيب بولة نحط فيها او علبة اي حاجة ونحط فيها كيس من جيلي الفراولة. وهنجيب كمان بولة تانية ونحط فيها كيس من جيلي المانجا. وهنضيف لكل كيس كوباية مية، لكل كيس كوباية مية اللي هي 200 ملي. او نقلل الكمية، لو طبعا مش 200 ملي ممكن تضيفي يعني نص الكمية، على اساس ان انا عايزاه يكون جيلي متماسك، مش الجيلي اللي احنا بنعمله العادي، لا انا عايزة المية تكون اقل من المعتاد. تمام. بعد ما ندوبه كويس جدا هنركنه على جنب، نسيبه لما يهدى خالص وبعدين ندخله في التلاجة لمدة نص ساعة، هيجمد ويبقى تمام وزي الفل، بس دخليه بعد ما يكون برد خالص. هنجيب بقى لتر من الحليب سوري، او اللبن العادي السايل يعني اللي احنا بنستخدمه، اي بقى نوع لبن، انا جايبه اللبن من عند لبان يعني. وهننزل عليهم بقى يا ستي بالمكون بقى اللي هينقلهم لك في حتة تانية خالص. اول حاجة معلقة من الكريم شانتيه، وكمان معلقة من الكريم باتسري او باستري كريم. ولو ما عندكيش باستري كريم هاتي معلقة من الكريم كراميل، من كيس الكريم كراميل. وهنضيف كمان معلقة واحدة من النشا، وكل دي معالق هرمية مش اكتر من ذلك. وبعدين هننزل عليهم بكمية السكر اللي انتي تحبيها، انا هنا ضفت حوالي 3 معالق من السكر. هنرفعه على النار لحد لما تحسي ان سمكه تقل حاجة بسيطة خالص، هو هيبقى متماسك مش اكتر. وافضلي قلبي فيه كده زي ما انا بقلبه، علشان خاطر انا مش عايزاه يبقى مهلبية. هنا انا كان عندي كانتالوب قطعته قطع صغيرة، وبدأت أحطه في الكوبايات الأول الكنتالوب، ولا حطيت عليه سكر ولا أي حاجة خالص. اللبن مسكر وتسكرته خفيفة وأنا مش مسكرة قوي، لأن كمان في جيلي، وما تقلقيش من الجيلي مش هيسيح ويفك ولا أي حاجة. احنا كده كده هنبرد اللبن ونسيبه في التلاجة حوالي ساعة بعد ما يبرد خالص. لما هتقلبيه كده كتير تفضلي كل شوية تقلبي فيه هيهدى، وبعدين حطيه في التلاجة هيكون ساقع وجميل جدا وفريش، ومع الخضار مع سوري مع الفاكهة ومع الخضار مع الفاكهة الفريش دي هيديكي طعم فظيع. كمان كان عندي نص كيلو كده من الفراولة قطعته، بس ما قطعتوش قوي يعني، شلت بس راس الفراولاية كده وقطعتها تقطيعة صغيرة. وبدأت أنزل عليها بإيه على الكيوي بالفراولة. وهنا بقى كان الجيلي اتماسك، وقطعته مكعبات صغننة ونزلت بيه برضو. الجيلي مع الفاكهة مع اللبن كان حاجة خرافية، بجد خرافية. والله هتشربي المشروب ده وتدعيلي. ما تنسينيش بقى بدعوة حلوة وما تنسيش بقى تتابعيني لحد الآخر، يعني حاولي تستمري معايا لحد نص الفيديو كده. بس يا ستي ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وإن شاء الله يا رب الوصفات اللي أنا بقدمها لكم تعجبكم. هننزل كمان بقى بجيلي الفراولة، حاجة كده اللهم بارك حلوة جدا، ولو عندك ضيوف هتشرفك جدا قدام ضيوفك، بجد مذهلة. الاختراع ده مش هتلاقيه في أي حتة عندنا بس وحصري. هنا بقى اللبن بعد ما سقع، انا بوريكم اهو، انا حطيته في ازاز، ويفضل طبعا انك لما تحفظي لبن او تحبسي، شايفه هو تقيل مش خفيف. شايفه ده لو عندك مكنه ايس كريم حطيه فيه وهيطلع معاكي احلى ايس كريم عشان تكوني عارفه. بس يا ستي هنبدأ بقى ننزل بالعصير كده او الحليب كده. والله والله بصي مش هتلاقي الكلام ده في اي حته. انا بحاول اوريكي بس يعني مش جايه. هنا بقى قطعت فراولات كده من النص وحطيتها كده رشقتها. وبس ألف هنا وشفا، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.